بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي الأعزاء، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، نتقدم نحن في إدارة العامة لصحة البيئة بأمانة الأحساء لكم جميعا بالتبريكات بحلول هذا الشهر المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله علينا وعليكم شهر خير وبركة. نود أن نتكلم معكم عن بعض الأمور التي تساهم في إعداد أطعمة سليمة من الناحية الصحية في هذا الشهر المبارك. نتكلم أولاً عن عملية التسوق. طبعاً لأن احنا بلد حار، فيفضل أن يكون التسوق في فترات اللي تكون فيه الأجواء درجة الحرارة منخفضة، كان تكون في الفترة المسائية وخصوصاً بعد صلاة المغرب. في عملية التسوق يفضل أن نبدأ بالتسوق بالمواد التي تعرض على الأرفف لا تحتاج تبريد، والمنظفات بحيث تكون في قاع العربية. بعد ذلك التوجه إلى الثلاجات لشراء المواد الباردة، ثم المجمدات. وفي عملية المحاسبة يتم فرز المواد المجمدة والمبردة والتي لا تحتاج تبريد. ثم في المنزل لما نجي نرتب المواد نبدأ بالمجمدات في وضعها في الفريزر في درجة حرارة تقل عن ناقص 18 درجة تحت الصفر، والمبردة في درجة لا ترتفع عن 4 درجات مئوية، ويفضل أن تكون عند درجة 1. وبالنسبة للمواد الغذائية الأخرى اللي تعرض على الأرفف أن تصف في الدواليب بطريقة تضمن استخدام المواد اللي تواريخها قريبة الانتهاء وتأخير المواد اللي تواريخها طويلة، وذلك لضمان سلامة ما يمكن استخدامه كمواد أساسية في تصنيع الوجبات الرمضانية. وفي النهاية ندعوكم لمشاهدة المقطع التالي والذي نتحدث فيه عن سلامة الغذاء في عملية التحضير والطبخ إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالصحة والعافية في هذا الشهر المبارك.